قصص، أساطير وألغاز حقيقية أو من وحي الخيال ترويها لنا مدينة صفار الغامضة بالجزائر، أو كما يطلق عليها برمودا البر نظرا لصعوبة التجول بها. أعجوبة الأرض الثامنة، مدينة الجن أو مدينة الفضائيين، أسماء أطلقت على هذه المنطقة بسبب غرابة الرسومات التي تحملها، فمنهم من شبهها برسومات فضائية ناهيك عن المخلوقات ذات الأشكال الغريبة والمظاهر التي حيرت العلماء كونها خارجة عن كوكب الأرض. بالنسبة لصفار، تلك المنطقة الشاسعة التي تقع في جنوب الشرقي للصحراء الجزائرية، تلك المنطقة الغامضة المليئة بالأسرار والقيل والقال. على سبيل المثال نجد بأن تلك الرسومات التي رسمت على جدران التصيل والجدران أو الصخور المحاذية لمنطقة صفار كانت رسومات غريبة جدا. هناك من أعزى الأمر إلى الجن والشياطين، وهناك من أعزى الأمر إلى الأطباق الطاهرة المجهولة، ويقول بأن هناك حضارات استقرت في المنطقة من قبل. ولكن النظرية الأقرب استقرارا والأقرب قبولا بالنسبة لي شخصيا هي نظرية الشعوب التوطميون، وهم أولئك الشعوب الذين عاشوا في تلك المنطقة من قبل وكانوا يرتدون التوطم ويعبدون التوطم، وهو عبارة عن قناع كبير يمتد من الرأس حتى الركبتين، وكانوا أيضا يجسدون التوطم أيضا يعبدونه، وهو على شكل مجسمات صخرية أو طينية يقومون بعبادتها وتقديسها. الروايات المخيفة والشائعة عن هذا الفن الصخري تجعل التوغل فيها مجازفة لأنها تشبه المتاهة، حيث أن الناجي الوحيد من هذه المنطقة والذي استطاع الخروج منها بسلام هو الساحر البريطاني أليستر كراولي. نجد بأن عدة شخصيات في العالم قد تحدثت عنها، ومنها الساحر أليستر كراولي الذي زارها من قبل، والذي قرر أن يخوض فيها خلوة كبيرة وأن يخرج منها بحكايات وعبر كبيرة، وادعى بأنه استطاع أن يحظى بطاقة كبيرة تمكن من الخروج منها على قيد الحياة، رغم أنه حين دخل إلى هناك لم يكن هناك أشخاص معينين يقومون بحمايته أو ما شابه بذلك. مناظر أثرية مذهلة يعود تاريخها إلى حوالي 20,000 عام، ينظر إليها البعض على أنها أكبر متحف في الهواء الطلق، كما أنها تعتبر أكبر مدينة كهفية في العالم، مدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 82,900,000. تبقى مدينة صفار لغزا يحير كل باحث نظرا لغموضها وتاريخها الذي لا يزال مجهولا، مما جعلها موروثا ثقافيا وثروة طبيعية وأثرية فريدة ونادرة من نوعها.